هل في علاقة بين الإصابة بالبكتيريا السباحية أو التهاب اللوستين أو الاختبار ال ASO وروماتيزم القلب أو روماتيزم المفاصل أو روماتيزم الكلى؟ طبعا البكتيريا السباحية اللي هي الستريبتوكوكس واللي بتسببه من التهاب في اللوستين والحلق وعملية اللوز وارتفاع درجات الحرارة. البكتيريا السباحية هي بتصيب الجهاز التنفسي، ولكن لازم نعرف إن الجسم علشان يقدر يقضي على هذه البكتيريا لازم يقدر ينتج أجسام مضادة. الجسم علشان يكون أجسام مضادة للدفاع عن نفسه لازم يتعرف على الميكروب بناء على شيء معين بيعرف بالأنتيجين. البكتيريا الستريبتوكوكس على سطحها نوع من أنواع الأنتيجينات اللي بتعرف بالN أسيتايل جلوكوز أمين أو M بروتين. ده يعتبر البيانات الخاصة بالميكروب، مجرد ما الجسم يشوفها يبتدي يكون له الأجسام المضادة الخاصة بالميكروب ده عشان يدافع عن نفسه. المشكلة فين؟ المشكلة هنا إن الام بروتين بيتشابه مع انتيجينات موجودة في جسم الإنسان. زي إيه؟ زي عضلة القلب، الكاردياك ماسل، على جدار أو الغلاف المحيط بعضلة القلب بروتين. البروتين ده بيسمى بالكاردياك ميوسين. الكاردياك ميوسين دوت هو بروتين بيتشابه تركيبه المناعي وتركيبه الكيميائي مع الام بروتين الخاص بالبكتيريا السباحية الستريبتوكوكس، وبالتالي بالخطأ كنوع من أنواع أمراض المناعة الاوتو اميون ديزيز بيحصل ان الجهاز المناعي علشان يدافع عن جسمنا ضد البكتيريا السباحيه الستريبتوكوكس اللي بتؤدي التهاب اللوستين بالخطا، وهو بيكون اجسام مضاده عشان تدافع وتقضي على البكتيريا. مجموعه اجسام مضاده اثناء النشاط المناعي بتهاجم عضله القلب مثلا، فتؤدي مع المضاعفات المرض ان هي تؤدي الى التهاب في عضله القلب، وبيحصل ساعتها ما يسمى بالروماتيزم القلب، الكاردياك روماتويد، وغيره كتير زي التهاب الروماتيزم المفصلي، وساعتها نقول عنده روماتيزم المفاصل أو التهاب الروماتيزم في الكلى. ودي كلها مضاعفات نتيجة خلل مناعي وليس نتيجة الإصابة بالبكتيريا السباحية. البكتيريا السباحية بتصيب الجهاز التنفسي وتؤدي إلى التهاب اللوزتين والحلق وارتفاع درجات الحرارة، وممكن يوصل الموضوع لإن أنا بعمل عملية اللوز. ولكن الخلل المناعي بيحصل خطأ، الجسم بيهاجم الأماكن الأخرى نتيجة تشابه الأنتيجين ما بين الإم بروتين الخاص بالبكتيريا السباحية وما بين بروتينات مختلفة موجودة على أجزاء الجسم زي الكاردياك ماسل والكاردياك ميوسين، وبالتالي بيكون ده المشكلة. السباحية بتعالج بمضادات حيوية كتيرة زي البنسلين طويل المفعول. اختبار ال ASO الانتي ستريبتولايسين او تتر هو اختبار معملي عشان نشخص الإصابة بالستريبتوكوكس. يعتبر الاختبار بيقدر كمية الأجسام المضادة اللي تكونت في الجسم وليس بيعبر عن الأنتيجين أو البكتيريا نفسها. الاختبار ده بيتزايد ويرتفع من خلال 3 ل 5 أسابيع بعد الإصابة بالمرض، وممكن يظل متواجد في الجسم فترة ما بعد الشفاء، وبالتالي وجوده بعد الشفاء لا يدل على الإصابة ولكن يدل على وجود بعض بقايا الأجسام المضادة. الخوف ليس من الإصابة بالبكتيريا السباحية، فالعلاج بتاعها والاهتمام بها سهل وتقدر يتم الشفاء بإذن الله، ولكن مضاعفاتها إذا أهملت هي دي المشكلة، بتؤدي إلى بقى حدوث روماتيزم المفصلي، روماتيزم عضلة القلب، وبالتالي لابد من الاهتمام بها خاصة في الأطفال، لأن هي غالبا بتأثر على الأطفال أكثر شيء وبيكون منتشرة ما بين الأطفال اللي هي البكتيريا السباحية والتهاب اللوز. وبالتالي اختبار ال ASO مع اختبارات كتير زي صورة الدم واختبار سرعة الترسيب ال ASR، ودي كلها اختبارات عشان نقدر نقيم ونحجم المرض ونتحكم فيه، وبالتالي نوصل لحالة الشفاء التامة بإذن الله إن شاء الله. تمنياتنا للجميع بالشفاء العاجل. سلام.